يا صديقي، يقولون إن اللغة العربية هي لغة القواعد الصعبة، هل هذا صحيح؟ أبدا يا صديقي، اللغة العربية ليس مجرد قواعد، هي لغة تحاكي الطبيعة. العرب سموا صوت الماء الجاري قديما خريرة. اسمع لكلمة خريرة، لا تشعر ببرودة الماء وهو يجري بين الصخور؟ بلى، وماذا عن الأشجار عندما يدعبها هوائل في الصباح؟ ذاك هو الحفيف. حفيف هي كلمة رقيقة تشبه تمايل الأغصان، إنها لغة الهمس بين الأشجار. هذا جميل جدا، ولكن ماذا عن أشيائنا نحن الذي نستخدمها في مدرستنا؟ هذا القلم الذي أكتب به الآن. القلم له صوت يا صديقي، يسمى صريرة. عندما يجري القلم على الورقة يسمى صريرة. القلم يحتفل بكل كلمة يكتبها في الورقة. مدهش. وماذا عن أصواتنا نحن؟ هيكون مثلا. الضحك درجات يا صديقي، فإذا ضحكت بصوت خفي فهي تبسم، وإذا على صوتك قليلا فهي ضحك، وإذا غلبك الضحك فبان كل شيء فهي قهقه. إذا لغتنا عربية تعبر عن كل شيء بدقة مثيرة. نعم يا صديقي، إنها لغة الحياة، فلكل حركة صوت ولكل صوت اسم. بالعربية ليست تقرأ بالعين فقط، بل هي تسمع بالقلب. فيا أصدقائي، أصغر اللغة العربية ستجدونها تعزف أجمل الألحان. Diaco Educational Compound.